سلام سلام حبيباتي، واش راكم؟ راكم ملاح؟ ان شاء الله كيما تكونوا ملاح كيما راكم تشوفوا غالياتي. اليوم جبت لكم معجون البرتقال. على بالكم البنات رانا في موسم البرتقال وكامل نحبوا المعجون تاع الحمضيات. انا جادور المعجون تاع البرتقال، معجون تاع السيتروني والليمون والمعجون تاع البوبنوموس. البنات شوفوا لي المعجون كيفاش خرج، المريقه تاعو خرجت الله الله عليها. نبداو بسم الله في المقادير. هنا واش نسحقوا؟ هنا التشينا، احنا في الجزائر نقولوا لها التشينا اللي هي البرتقال. البرتقال تكون هذه الحبه اللي تكون القشره تاعها خشينه. انا كانت عندي كونتيتي قلت علاش ما نديرهاش معجون خير ما تخسر لي. كان عندي واحد 5 كيلو البنات. البنات تحكموه كامل ترابيوه، المعجون تاع البرتقال هكذا نديروه ترابيوه كامل. هذيك القشره الفوقانيه تحكميهم كامل الحبات، تغسليهم بيان. انا نغسلهم بالحبل والايزيز، نغسلهم بيان ونشللهم ونمسحهم بان بابي ولا بطرشونه، ومن بعد نبدا نربي فيهم. شوفوا شحال ربيت غيسيبيون ما شاء الله. هكذا تربو غير ديك القشره الفوقانيه. بعد هذاك المبشور تاع البرتقال تخبوه في لي بورت مونجي وديروه في الكونجيلاتور، ولا تيبسوه وتخبيوه على برا. انا خبيته في الكونجيلاتور للامانه. حيليك ربيتهم كامل هكذا غير القشره الفوقانيه، هذا ما كان. ومن بعد هاوليك مبشور البرتقال خبيته في دير بورت مونجي، وندير به نديرو به وشنو نديرو به المسكوتشو، نديرو به البريوش، خبز الدار هذاك اللي نشربوا به القهوه، نديرو به بزاف استعمالات. هنا البنات واش ديروا باش المعجون ما يخرج لكمش مر؟ تحكموا الماء، تحطوا هذاك حبات تاع البرتقال في الماء وتبيتوهم البنات، ديروهم هكذا تغلقوا عليهم وتخليهم يباتوا. بعد ما باتوا ليلة كاملة، شوفوا اللون تاع الماء وتبدل راهو اصفر. نخلو انا نبيتهم باش المعجون ما يجينيش مر، هذا ما كان. ومن هنا البنات درت ماء يكون يغلي، ومن بعد تحطوا فيهم الحبات تاع البرتقال اللي كنا بيتناهم. لازم تتبعوا كامل الخطوات باش تنجحوا في المعجون ويجيكم ما شاء الله. هكذا البنات ديروهم في الماء يكون يغلي، تخلوهم واحد حوالي هكذا 15 دقيقه. كي تشوفوا الحبه طرات لكم تنحوها، ماشي تخلوها حتى طرا بزاف، لا واحد انا ما حسبتش بصح عندي 15 دقيقه ونحيتهم. ومن بعد واش ديروا البنات؟ حتى تكملوا كامل الحبات ديالكم تاع البرتقال. الحبه ما تولي لكمش طريه بزاف، نقدروا نقسموها، تجيبوها كاموس خلوها حتى كي تبرد شويه. ومن بعد شوفوا نحي لها هذيك البيوضيه، نحي هذو الاطراف منها على لي كوتي، نحي هذه الوسطانيه. هاي ليك الحبه تاع التينا مالغريتو غليتها بصح بقات محافظه على الشكل ديالها. تقدروا تغليوها تقدروا تفوروها، لكم الاختيار. انا غليتها، تقدروا البنات تفوروها. دونك الحبه كبيره بزاف قسمتها على 6 هكذا باش ما يجونوش الحبات كبار بزاف. ومن بعد حتى تكملوا كامل الكميه ديالكم تاع البرتقال كامل ديروا نفس الطريقه. نوريت لكم حبه هذا مع كان باش نوري لكم الطريقه كيفاش قسمتها. هاي ليك بعد ما قسمتها ودرك نوزنوها فيما يخص الميزان. هنا لكل 1 كيلوغرام تاع برتقال يعادلها 800 غرام تاع سكر. برك انا ما حبيتش 800 غرام، حبيت نقص درت 750 غرام. ما نحبش الحلاوه بزاف، انا توجور نقص في الحلاوه. يسمى كل 2 كيلو تاع برتقال درت لهم كيلو ورطل تاع سكر. نتوما تقدروا تلحقوا حتى كيلو 600 غرام، لكم الاختيار. اللي تحبوا حلو بزاف تقدر دير كيلو 600 غرام. انا المعجون ما جانيش كامل حلو، جاني ما شاء الله. ما نحبوش حلو بزاف باسكو ما نقدرش ناكلو، سي بوغ لي درتو معتدل في الحلاوه. كيما قلت لكم درت 2 كيلوغرام بكيلو ورطل تاع سكر. هو لكل 1 كيلوغرام تاع برتقال يعادله 800 غرام تاع سكر.
ويعادله كل 800 غرام سكر يعادلوا نص فريتر ماء عفوا نصف لتر من الماء. انا درت 2 كيلو يسمى درت ريتل ماء. نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. حبة ليمون قسمتها على 4، ومن بعد درت السيرو هكذا درته فوق النار، خليته يغلي واحد 10 دقائق. هو يغلي كي بدا يعقد ليه راني ندلو البراد تاع البرتقال هكذا. درت البرتقال ونخليه هذاك البرتقال، نخلي هذاك السيرو يزيد يعقد مع البرتقال. تخلوه البنات حتى يعقد باش تنحيوه، حتى تلقايه السيرو عقد لك باش تنحيه. تخليه واحد ما على بالي انا ما حسبتش ليسونسيال، واحد هكذا واحد 20 دقيقه نصف ساعه سا ديبون. وهنايا تنحي كامل هذيك الرغوه اللي من الفوق. كي بدا يغلي لك هذه الرغوه كامل تنحيها، لازم تنحيها هكذا من الفوق وتخلي السيرو ديالك حتى يغلي. قلت لكم واحد 20 دقيقه الى نصف ساعه يكون وجد معك المعجون. هذا ما كان طريقه سهله وصديب واحد تحبي تعقديه بزاف. انا ما عقدتوش، درتو في لينورم كيما شفتو في الاول. المرقه عاقده بصح ماشي عقده هذيك المعسله لا. هكذا تنحو كامل هذيك الرغوه الفوقانيه حتى تتنحى كامل هذيك الرغوه باش وتخلوه يطيب على غرضو. انا درت هذه القدره ودرت قدره واحده اخرى. كما قلت لكم كان عندي 5 كيلوغرام تاع برتقال كامل طيبتهم معجون. هكذا البنات نحو كامل هذيك الرغوه الفوقانيه يجي من الفوق كامل تنحيوها. راني نوريها لكم هكذا حتى المعجون يولي لكم هكذا. هاوليك ما كان الرغوه كامل تنحات. هاوليك القوام ديالو كي يبرد البنات يعقد لنا. ومن بعد البنات تخبيوه في البلارات تاع الزجاج. البلارات واش ديروهم تحكموا الماء يكون يغلي حتى يغلي لكم الماء، تحطوا فيهم البلارات ومن بعد تعاودوا تنحوهم بالشوكه هذوك البلارات وتخلوهم ينشفوا وحدهم كامل من الماء. لازم تستغلوا البلارات وديروا فيهم المعجون ديالكم وتخبوه في الثلاجه. هاوليك البنات انا خبيته هكذا في البلارات. وفي الاخر حبيباتي السلام عليكم.